هزة أرضية جديدة حدثت اليوم في تركيا. يا ترى ماذا يحدث في تركيا؟ حدث زلزال آخر في تركيا اليوم، وحصيلة الضحايا ترتفع يوما بعد يوم، بعد أيام من زلزال تركيا وسوريا الأخير، الذي وصلت قوته 7 درجات. هزة أرضية جديدة حدثت اليوم في تركيا. يا ترى ماذا يحدث في تركيا؟ ولماذا تتركز كل هذه الزلازل في تركيا بشكل كبير؟ قبل أن نبدأ فضلا ادعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة. يا ساتر يا رب يا رب. منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 من فبراير مخلفا أكثر من 50,000 ضحية، ومن وقتها ولم تتوقف الهزات الارتدادية في المنطقة. إنه الزلزال الكبير الذي دمر آلاف المباني وشرد مليون إنسان في المناطق التركية، وشرد أكثر من 5 ملايين بناء على تصريحات الأمم المتحدة. فقد لحق هذا الزلزال آلاف الهزات الارتدادية، وقد أعلن موقع أمريكي لرصد الزلازل اليوم أن هزة بقوة 5 درجات وقعت في تركيا وشعر بها سكان جنوب لبنان وإيران. أيضا أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالا أصاب البلاد بقوة 5 درجات. وأكدت إدارة الكوارث التركية أن هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر قد وقعت في كهرمان مرعش، وهذا ما قاله مركز الزلزال الأصلي، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني، كما أدى إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا التي كانت مركز الزلزال الجديد. تسببت الزلازل في تشريد 5 مليون مواطن سوري، مما زاد حجم المعاناة لديهم. تركيا وسوريا تحت حصار الزلازل الأرضية، وارتفاع أعمال السلب والنهب، فوضى في المطارات، وإلغاء 20,000 رحلة. تركيا الأكثر تضررا وسط هذه الزلازل والهزات الأرضية، ومسؤول تركي يقولها صراحة: نحن نعيش أسوأ ظرف منذ زمن. وأردوغان يعلن طوارئ. يا ترى ماذا يحدث في تركيا وسوريا؟ توقع الخبراء في المستقبل حدوث ما هو الأكثر رعبا من زلزال تركيا الأخير، حيث توقعوا حدوث زلزال كبير في إسطنبول لا يبقي ولا يذر، ويقضي على الأخضر واليابس، حيث قال الخبراء إن زلزال إسطنبول القادم يمكن أن يضرب تركيا في أي لحظة من الآن. وأفادت صحيفة حرية التركية بأن الزلزال المتوقع حدوثه في تركيا وسوريا بحسب الخبراء، والذي سيحدث في مدينة اسطنبول، قد يفوق في خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد. وسيكون الزلزال أكثر دموية وفتكا بالبلاد، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية. وقال خبراء الزلازل: زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق بخسائره تلك التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلا عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي تعيد تركيا للعصر القديم. وبعبارة أخرى، الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش يكاد يكون بروفة لزلزال إسطنبول القادم والمدمر. عزيزي المشاهد، تخيل أن زلزال تركيا وسوريا الذي تسبب في كل هذا الدمار بقوة 7.7 درجات فقط، فكيف إذا وصل الزلزال القادم بقوة 10 درجات في المستقبل؟ توقفت الحياة في تركيا، وذلك بعد غياب الأمن بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد.
وأدى ذلك الزلزال العنيف لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية. تم تقدير عدد المباني المهدمة ليصل حاليا إلى 1,000,000 مبنى قد تم هدمه بالكامل، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان مرعش، ومالاتيا، وديربكر، وأضنت وغيرها من المناطق والولايات. وكانت هذه المدن هي الأكثر تضررا جراء الزلازل المرعبة التي تشهدها تركيا منذ أيام. وقد سجل في كهرمان مرعش أكبر عدد من الشهداء والمصابين، وأعلنت السلطات التركية حالة طوارئ، كما حُصِر السكان داخل بلادهم. لا يستطيعون النوم في منازلهم من خطر الزلازل، ولا يستطيعون النوم في الشوارع من شدة البرد وبسبب خطورة الموقف. وتسببت الزلازل في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المواطنين، وتم إلغاء أكثر من 4,000 رحلة طيران محلية ودولية، مع تأجيل أكثر من 11,000 رحلة طيران. ويعتقد أنه تم إجلاء أكثر من 1,000,000 شخص في منطقة الكارثة في جنوب شرق تركيا. وذكر سيزر أن أكثر من 1,000,000 من السكان المحليين يعيشون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في محافظات ضربها الزلزال، ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الماضية. وفي الأيام الثلاثة الأخيرة انتشل 7 ناجين من تحت الأنقاض في أنطاكية. وفي محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال تبدو فرص النجاة أقل من نظيراتها في هاتاي، بسبب الصقيع ووصول الحرارة إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الليل في المناطق الثلجية مثل البستان، حسب ما أفادت فرق الإنقاذ لوكالة فرانس بريس. أما عندما نتحدث عن سوريا، فهناك أطباء بلا حدود تدخل شمال غرب سوريا التي تضررت بشدة نتيجة الزلزال. قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إن قافلة من 14 شاحنة تابعة لها دخلت المنطقة اليوم من معبر حدودي قريب للمساهمة في عمليات الإغاثة من الزلزال، مع تنامي المخاوف من تعذر دخول المنطقة التي تمزقها الحرب. تسببت الزلازل التي ضربت ولايات في جنوبي تركيا ومركزها ولاية كهرمان مرعش في أضرار كبيرة وخسائر فادحة طالت حتى الطرق والأراضي الزراعية بالقرى البعيدة وليس مراكز المدن فقط. إحدى القرى التي تعرضت لأضرار كبيرة كانت قرية عسكرهان بقضاء التابعة لقضاء تشليك هان بولاية أديامان، وهي قرية أنشئت فوق منطقة يمر بها أحد خطوط الصدع الفرعية، لذلك كان تأثير الزلزال عليها مدمرا، فتسبب في سقوط العديد من المنازل في القرية، وتضررت كل المنازل والأبنية الباقية. وبسبب الزلازل ارتفعت بعض الطرق والحقول في القرية بمقدار 1 متر فوق سطح الأرض، وتحولت معظم منازل القرية إلى ركام، بينما انقسمت الحقول والطرق وارتفعت بعض أجزائها بمتر فوق سطح الأرض، وانقلبت بعض السيارات جراء الزلازل المدمرة.